البيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يا أعدل الناس، إلا في معاملتي فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم. أحسنتم. ايه يا دليلة، السنين تمر وانت مقابلة الحياطي، لا واحد اجا دق بابك ولا النصيب اندل طريقك، واللي بعمرك هسه صارن امهات وزوجن اولادهم وبيبيات، وانت هاي غلطتك. ايه يا باردة، والله البرد احس راح يموتني. احسن شي خلي اقوم انقع رجلي ام ماي حار، افضل لي. عم الشربين دارسين؟ اي رحم الله والديك، اجا بوقته. اقول لك هيفاء، تدرين انت ايش قد حبابه؟ هذا الحكي وياي؟ ليش اكو غيرك؟ شبيش بس تتلفتين؟ يلا 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 امشي من قدامي، شكول شكول. هاي شنو عمه؟ بعدني ما متهنيه بالكلمه. تدرين اني كلش فرحت من قلتي علي حبابه؟ لا تكيفين، مو عليك. كل المدرسين اشتكوا منكم، ما ظل واحد منهم يتحملكم، حتى أستاذ معتز هذا أبو القلب الكبير ما تحمل. مشاكلكم كثرت ما إلها عد وحصر، غياباتكم هواية، درجاتكم ضعيفة، بعد ما أقبل أي واحد منكم يجي للمدرسة إلا وياه ولي أمره. مفهوم؟ أستاذ أنا أبوي بالخارج. يعني وين بالخارج أفندي؟ بالحلة بالديوانية؟ قل لي. لا أستاذ، أبوي عنده صفقة باليونان. لعد شكو مقابلني هنا، ما تروح وراه وتخلصنا، ما تداوم إلا يجي واحد من أهلك. ما أعرف أني بأمريكا بفرنسا بالهند حتى لو بالواقواق، افتهمت؟ أستاذ أبوي ما يقدر يجي، أنت تعرف وضعه خاص. خاص عام أني ما أعرف، يجي يعني لازم يجي، ولا ما أقبلك دقيقة واحدة بالمدرسة هنا، افتهمت؟ أستاذ مو هو أصلا يشتغل بمكان أصلا كلش حساس. حساس ما حساس، أنت لا تسوي لي حساس ما أعرف شنو، يجي يعني لازم يجي. وأنت أفندي؟ أستاذ أنا حاضر، إيش وقت ما تريد الوالد يجيك باكر من الصبح. لك والله حرامات أنت ابن أستاذ معتز، أنا متحمل لك كل هالوقت الخاطر أبوك، لكن هسه بعد ما أقبلك بالصف إطلاقا. يعني هسه أجيب ولي أمري؟ حتى لو تجيبه بعد ما أقبلك أبدا. تدري ليش؟ لأن أنت عار على المدرسة وعار على أبوك، أنت عار. ويش عاشت ايدك على هالدارسين. الف عافيه عمه، هني ومر ان شاء الله. يا رب الشربين الدارسين وانت راجعه من الحج. لو شنو رايك يوم عرسك؟ شكرا هيفاء، بس تدرين يعني بيت الله موجود، لكن قطار العمر ذا فاتني قابل اركض وراه. اقول عمه ليش ما تسوي مثل ام جاسم؟ يا ام جاسم؟ ام جاسم جيران اهلي. هاي ام جاسم وش عين عندها بنيه نامت على قلبها سنين، عنست ما حد بحالها. قوموا واخذيها الواحد يقول لك ايده بركه، وطاها مية رشه، هي رشه المي وثاني يوم الخطابه تشبح على الباب سره. هسه أنا ما أريد سرة، واحد من هذول اللازمين سرة. تندلي تعرفين عنوانه؟ انطيني اياه وداعتك تروحي ضيقه برجليه. من يجي طارق من الدوام اخذه واروح لاهلي، وهم اشوف الجهال واسالك ام جاسم بعيوني. بس بالك وياك يدري طارق، فهمتي؟ تدللي.
سهلة أستاذ معتز، ترى ما عندنا وقت نضيعه. هذه إشارة واضحة المفروض أستلمها. ما عندنا وقت نضيعه. هذا يعني السنوات تمر بسرعة. استعجل يا معتز، كافي تردد يا معتز. ما عندنا وقت نضيعه. خالد؟ ها خالد، سوالكم المدير؟ طلب اولياء امورنا. حتى قمت استحي من اواجه الاداره والمدرسين، كله من وراك. كافي عاد، راح تخبطني. بابا الله يخليك، انا قلت لك 100 مره اني مو مال مدرسه. العفو، أخاف قاطع. عندكم موضوع عائلي؟ لا ست حنان، استاذ توفيق طالبني. أخاف على مود الراتب داز عليك. على مود الراتب؟ اي جوزي. خالد تعال وياي. بنات، شنو انتم ما ضشتوا من القاعة؟ شو نسوي غير اجتماع مدرسات؟ أنا اليوم منسبة إلكم، مدرسة تحت التدريب. بنات ما أريد أي كلمة، إيش؟ سكوت. عفوا يا هال، قلدينا شوية على ست جعجوعة، شلون تحكي؟ جعجوعة. بنات خبطوني خباري، كلكم ما تجيبون أولياء الأمور، وكل واحد منكم يجيب هوية، وأنا أمور بالدراسة، لأن نتائجكم بالامتحان على إيش تعتمد؟ على الدراسة غير؟ لا نتيجتك تعتمد على شطارة اللي قاعدة يمش بالامتحان، وعيونك تكون قوية بحيث تلقطين الأحرف من على ورقة. وشلون نقدر نتجاوز الامتحان ست جعجوعة؟ بالغش حبيبتي طبعا، يعني مثلا باللزقات على الرجلين او بالاحرى السماعات موجودة. وثالث الغش. تفضل. سلام عليكم السلام. اهلا استاذ معتز. اولا اني جاي اعتذر نيابة عن خالد، وثانيا مستعد ان اكتب تعهد ان ما تتكرر مخالفات خالد. استاذ معتز، في تعهدات انت موقعها بايدك نيابة عن ابنك خالد، وماكو فايدة. اني اقترح اتركني اني وابنك هذا الطالب المشاكس اوجه له عقوبة انضباطية إله والامثالة، ولا هاي ما طلعت مدرسة. شفت بابا؟ أني أتلقى نتائج أعمالك. ابني أريدك تفكر بمستقبلك، وهاي قدامك. هذا التوفيق المربي الفاضل يوجه اللوم إلي. اسف بابا. بابا بالبيت، أنت هنا مجرد طالب. لا، انت ابوي وولي امري، وانا اعتذر اذا مسوي شيء غلط. انت الظاهر دا تراوغ. استاذ معتز، استلم راتبك وخليه بالمشاكس، اني اعرف شلون املص لك اذاناته. تفضل. آسيا سيل تجمعنا سوا. اشتريت خضم مسلسل التشويق من آسيا سيل. ربحنا الفورد اكسبلور وهسه راح اطلعك مشاكل. جوائز رمضان 10 أجهزة آيباد يوميا، فورد تورس 2012 والجائزة الكبرى فورد اكسبلورر 12. وانت اسرع واشتري.